وليد الركراكي يكشف عن المنتخب الذي سيشجع في نهائي مونديال قطر 2022. قال وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي إنه يتمنى تتويج المنتخب الفرنسي بلقب مونديال قطر من أجل نجمه كيليان مبابي. وأضاف وليد الركراكي في تصريحات أدلى بها بعد خسارة المغرب أمام فرنسا في نصف النهائي ب2 دون رد أمس الأربعاء أنه معجب جدا بمبابي وما يقدمه من أداء مذهل سواء مع فريقه باريس سان جيرمان أو مع منتخبه الفرنسي. وشبه وليد الركراكي مبابي بأسطورة كرة القدم البرازيلية بيلي، مؤكدا أنه يسير على خطاه إذا حقق لقبين على مستوى كأس العالم على التوالي. وأكد وليد الركراكي المولود في فرنسا أنه يحمل الجنسية الفرنسية إلى جانب الجنسية المغربية، لكنه يرى أن الحظوظ متساوية بين فرنسا والأرجنتين في نهائي مونديال قطر الذي سيجمع بين المنتخبين الأحد المقبل. ويتطلع مبابي البالغ العمر 23 عاما لقيادة منتخب فرنسا للاحتفاظ باللقب الذي توج به الديوك في المونديال الماضي بروسيا عام 2018، علما بأن مبابي كان من أكبر المساهمين في تتويج فرنسا في روسيا. وفي حال تتويج فرنسا على حساب الأرجنتين في مباراة الأحد، فسيصبح منتخب فرنسا ثالث منتخب يحتفظ باللقب في كأس العالم بعد إيطاليا سنة 1934 ثم 1938 والبرازيل مع أسطورتها بيلي سنة 1958 ثم سنة 1962.